اقول لك ايه، الكلمه كلمتي والشوره شورتي، اللي انا اقوله يتعمل. ايوه تعالي يا ماما اتفضلي. يا غدا انا شايفاني شايله يا غدا وانت عايزه ايه ده؟ بقالك ساعه بتفتحي تنصيبه ايه السودا دي؟ في ايه يا ماما؟ خدي الغسيل تاني؟ اغسلهولي بس يلا يا بنتي. طب بصي يا ماما انا هحطهولك في الغساله لا النهارده. غسالة، انت عارفه ان انا ما بعرفش اغسل هدوم في الغساله والبسها، انا بتجيلي حساسيه. والله يا ماما بصي ايدي عامله ازاي، ده انا مش عارفه اغسل المواعين من امبارح. لا يا حبيبتي بوشيهم شويه كده بحبه مسحوق وبعد كده اقعدي مغي كده، بس بصي تشوفيهم ايه كذا شطفه، بعد كده تروحي ناطره الحاجه كده وتنشريها. مش هتنشريها عندك، ده مش هتنشرها لي تحت. طب هنشرهم لك هنا. لا انا عايزاهم تحت وينزلوا كده منطورين كده. ماشي عشان اشوف بقى. ماشي وما تضحكيش عليا تقولي انا غسلتهم لك، مش هتحطيهم في الغساله، انا هعرف، انت عارفه ان انا واعيه وبعرف كل حاجه. ماشي ماشي روحي يا اختي بقى بلهم لي كده بشويه مسحوق بتاع ربع ساعه. اقعدي يا اختي مغ كده على ايدك، واحنا يا اختي طول عمرنا كنا بنغسله كده في التشت كده. ده يا اختي المرار اللي احنا فيه ده. ماما نعم نقعتهم لك. ماشي، ما تنسيش انت هتغسلهم لي مره على العدله ومره على القلب عشان ايه ينضفوا. على العدله وعلى القلب. مالها يا اختي العدله والقلبه؟ اسم الله. حاضر. حاجه تاني يا ماما؟ لا عايزين تحطه في الغساله، والغساله على لما تفصل تبقى تنشره يا اختي يا غندوره. هم اخترعوا الغساله ليه يا ماما؟ عشان نرتاح. لا يا حبيبتي الغساله دي للزطل اللي ما بيعرفوش يغسلوا. حاضر يا ماما. حابه كده يتنقعوا وهغسلهم لك اموهم لك. كتري المسحوق ما تبخليش كده. انت جبتي لي مسحوق؟ لا انا ما جبتش يا حبيبتي، من خير ابني يا ماما. اسم الله، انت عايزاني اجيب لك المسحوق كمان؟ حاضر. ده بيجيب لك يا اختي البتاع 10 كيلو. يدي ال 10 كيلو. حاضر يا ماما. يا جن نصيبه. حاضر يا ماما. ده الناس في ناس بتجيب ربع وناس بتجيب نص، انت بيجيب لك بالعشرة. طيب حاضر يا ماما. حاضر. حضر لك الخير يا اختي. اعمل لك شاي؟ يا ريت بالقرنفل. حاضر. هي هتقعد لحد ما اعمل الشاي؟ بتقولي حاجه يا غدا؟ لا يا ماما. ايه ده؟ هي تقعد لحد ما اغسل وانا مش فاهمه، انا كنت ناويه احطهم في الغساله انا. ربنا يرحمني. عمرو افتح الباب يا حبيبي. رشا تعالي يا رشا. تعالي انا هنا في الحمام بغسل. الحمام؟ بتغسلي؟ ايه ده؟ ايه الغسيل ده؟ مش من امتى بتغسلي على ايدك؟ غسيل حماتي يا اختي مش غسيلي. وانت بتغسلي لها ليه على ايدك؟ بتحطوها في الغساله. مش راضيه في الغساله. يا سلام. ما هي ما بتخلينيش اغسلها غير على ايدي، ما بتقتنعش بغسيل الغساله. وتغسلي انت على ايديكي كده؟ ده انت ايدك مش قادره، ده انت عايزه سايبه من تعب. هعمل ايه طب يا رشا؟ هعمل ايه؟ جابت لي الغسيل تضحكي عليه ولا حطيته في الغساله؟ لا يا حبيبتي عايزين انزل انشره تحت كمان. يا حبيبتي. وانت بتغسلي كده على ايديكي كل الغسيل ده كده؟ لا ده انا كنت نقعه الاول كمان. يا غدا ليه كده بتعملي في نفسك كده؟ هعمل ايه طب يا رشا؟ قولي لها لا ما اعملش كده يا غدا. هعمل مشاكل، انت عارفه ما بحبش المشاكل. بس مش بالمنظر ده وكميه الغسيل دي وعماله تغسلي على ايديكي وانت ايدك اصلا وجعاكي. طب اعمل ايه؟ قلت لها هحطه لك في الغساله، قالت لي لا وما تضحكيش عليا. انا قلت بيني وبينك هتنزل واحطه في الغساله. وبعدين تجيبه لي تحت نشرين طري ونشريه قدامي تحت. يا بنتي كنتي غسلتيه في الغساله حطيتوه في حبه ميه وخلاص ونزلتوه لها تحت، مش عرفنا انت غسلتي على ايدك ولا غسلتي في الغساله. انا مش هسكت على الموضوع. اخرب على نفسي. هعمل ايه طيب؟ طب خلاص هنزل انا اكلمها لك. تكلمها لي ايه بقى يا رشا؟ ولا تكلميها ولا تعملي، انا خلاص زهقت والله انا زهقت. انا مش هسكت على الموضوع ده. طبعا وانا بقى اللي هنزل لها بالغسيل ده. لا يا رشا تعالي هنا. انا مش هسكت على الموضوع ده. يا اما هتصل بماما وهقول لها. لا يا رشا انا عمري ما قلت لماما ولا جبت سيره لحد. لا وانا كده برضه حرام عليا اسيبك بالمنظر ده. بصي والنبي يا رشا يا بنتي تعالي بس. هو انت يا بطه ما وراكيش الا التليفون؟ ما تقومي تذاكري لك كلمتين يا بنتي. طب قومي افتحي الباب انا اما تجي لامك. مين يا بيت؟ طنط رشا. اهلا. ايه ده؟ ايه الغسيل ده؟ مالك يا اختي جايه بهطورك كده وبتتفرجي قوي عليا؟ يعني انت عارفه ان غاده تعبانه وايديها وجعاها، تخليها يا رشا خلاص قلت لك خلاص يا رشا تخليها برضه تغسل الغسيل على انت جايبه محامي؟
جايبه محامي يا ست غدا ولا ايه؟ طنط هلا انا بكلمك معلش لو سمحتي انت لا لو عارفة إن هي سمحتي يا حبيبتي انت تعبانة. مالكيش كلام معايا يا ماما. معلش هي تعبانه وهي اختي، انا اجي الاقيها حتى غسيل قد كده وعماله تغسل على ايديها، حرام والله يا طنط هاله. ليه يا اخشو انتوا كنتوا في بيت اهاليكم ما كنتوش بتغسلوا على ايديكم؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، هي مش جايباكي محامي في ايه يا غاده؟ يعني حضرتك عارفه ان هي ايديها وجعاها تغسل كل الغسيل ده؟ وايه يعني يا اختي ما تغسلي؟ امال هم عملوا الغسالات ليه؟ ما بغسلش هدومي في غساله، انا لا بخاف من حرام والله، الحساسيه. لا. مالكيش فيه يا ماما. انت بصي شايفه ايديها اصلا عامله ازاي؟ يا رشا انا يا اختي الايدي الناعامه. طب يعني المفروض اسم تعمل ايه الله. يعني وايديها اللي وجعاها دي؟ حبيبتي المفروض ان هي تغسل الغسيل زي ما انا قلت لها. كل الغسيل ده؟ كل الغسيل ده على ايديها؟ بقول لك ايه، الكلمه كلمتي والشوره شورتي، اللي انا اقوله يتعمل. انت مبسوطه بالكلام دوت؟ خلاص يا بدل يا حبيبتي بروحها معاكي وانت عارفه. طب انا بقى مش هسكت على الموضوع دوت. خلاص يا رشا. هتعملي لنا ايه يا اختي؟ انا هتصل بماما وهجيبها وهقول لها يا اختي اخاف واكش من ده الوش، ماما مش هيرضيها اللي خوفتيني. بيحصل دوت. خلاص يا ماما انا هروح اكمل الغسيل. انت بتعملي كده وبعتلي اختك؟ مش بعتها يا ماما، ماشي. هي جت لقيتني اشربي بقى يا ست الغسيل. غاده، اشربي. انا ليا كلام مع جوزك. هتصل بماما وهقول لها برضه وهعرفها اللي بيحصل دوت. هاتي لامك يا حبيبتي، اسم الله يا اختي عليكي وعلى امك. ايه يا حبيبتي؟ ماشي يا ماما معلش خلاص انت تبعتي لي اختك الزبله دي تعمل كده؟ خلاص يا ماما، هي جت لقيتني وزعلت ان انا، هي عارفه ان ايدي وجعاني وزعلت ان انا بغسل الغسيل على ايدي. ايدك وجعاك معلش اسم الله. هطلع اكمل. الغسيل يتغسل على عدله وعلى القلبه ويجي يتنشر هنا. ماشي مش هشفي ركبك منك ليها. الله يكفي. يا رشا يا رشا خلاص بقى يا رشا. يعني ينفع يا غاده ده؟ ينفع يا غاده؟ خلاص والنبي ما تجيبي لي المشاكل، ماما لو عرفت هتيجي تتخانق انا معاها. مش صعبانه عليا ايه غيرك انت بس، دي قله رحمه اللي بتعملوا فيكي دوت. خلاص انت يا ليه ستي. صبر على كده؟ انا بعد كده هبقى اخلي خليل يكلمها، انا هخلي خليل يكلمها والنبي يا رشا ما تقولي لماما. يعني هو انت راضيه بالموضوع دوت؟ معلش يا رشا خلاص انا هتصرف، انا بعرف اتصرف معاها يا رشا. طب يا غاده انت حره، اشربي انت يا غاده، اشربي انت اللي بتعمليه في نفسك دوت. لا حول ولا قوه الا بالله. بصي يا رشا اهم حاجه ما تقوليش لماما وانا هعرف اتصرف معاها. ما تجيش يا غاده ان انا ما هعمل كده بصراحه. سيبيها على الله يا رشا وتعالي بس، تعالي يلا اقعدي، تعالي اقعدي. لا حول ولا قوه الا بالله. تعالي يا ستي انا بعرف اتعامل معاها.